والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، شكرا لكم على هذا الترحيب. والله يعجز لساني عن التعبير بفرحتي، ولن أطيل الكلام، سأقول لكم قصيدتي. شعبنا عريق مجيد، شعبنا ذل أعاديه، شعب يحاول الصمود، جاهد في سبيل أراضيه، شعب سار على الحق موضحا أصعب معانيه. إنه شعب فلسطين هتف والنصر يناديه، بكت الأمهات والحرائر تنوح ابنها ومعتقليه. نام الطفل البريء ولم يتعرف بعد على أهاليه، ظلم لا عدل فيه وشعب لا شفقة عليه. تشجع الأعداء قائلين أين أشقاه وداعميه، أخذ الكفار حقه وقتلوا ثواره ومحاربيه. يا رب المليون شهيد أخوك محتاج أنقذيه، وقولي ورددي لا تقتربوا فأنا حارسه وحاميه. وسيرحل العدو الغاشم آخذا ظلمه ومفسديه، وسترسمين بسمة على شعب كاد يفقد أمانيه، وستحيين بلدا وشعبا عاش كاللاجئ في أراضيه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلوات والتسليم، تنفيذا لتعليمات السيد مدير التربية الأستاذ قريشي عبد الباسط. تم استقبال التلميذة شاهيناز من قسم السنة الرابعة تعليم متوسط بعد حصولها على المرتبة الثالثة في القصيدة الشعرية وتكريمها من طرف السيد وزير التربية الوطنية. نبارك للتلميذة ونتمنى لها إن شاء الله النجاح والتوفيق في شهادة التعليم الأساسي. مرة أخرى نقول لها ألف مبروك ألف مبروك ألف مبروك، مزيدا من النجاحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.